لن تصدق من هو زوجها الأول. قصة زواج إلهام علي وخالد صقر وسبب طردها من السعودية. أكدت إلهام علي أن بداية قصة حبها كانت غير تقليدية، حيث التقى لأول مرة في موقع تصوير أحد الأعمال الفنية، وقد لفت خالد نظرها باحترامه الشديد واهتمامه بها خارج نطاق العمل، حيث كان يتواصل معها باستمرار للإطمئنان عليها. وقالت إلهام علي عن طريقة تعاملها مع هذه المشاعر المتبادلة: قلت له بكل صراحة أنا ما بحبش لف ودوران، لو في شيء ده رقم أبويا، وعلى طول تواصل معاه. وهذا الصفاء والوضوح في التعامل أذهل الجمهور وأصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحصلت تصريحات إلهام علي إعجابا واسعا من الجمهور الذي أثنى على شجاعتها ووضوحها، وعلى تصرف خالد الذي يعكس احترامه وتقديره لها. كما أكد الكثيرون أن هذه القصة هي مثال يحتذي به للعلاقات التي تبنى على الاحترام والثقة المتبادلة. الفنانة إلهام علي أول عربية تفوز بجائزة أفضل ممثلة آسيوية مرتين،